بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي في الله؟ احنا النهاردة بقى كده هنعمل روتين مع بعض، روتين غسل المواعين وغسل البوتاجاز وتنظيف المطبخ كده هو مع بعض ان شاء الله. طيب انا دلوقتي ليه كمية المواعين دي موجودة عندي؟ انا عشان خاطر المية كانت قطعة وانا في الشغل، فبنتي حبيبتي ما عرفتش تغسل مواعين، فانا النهاردة اجازة قلت ايه هظبط شوية امور كده وانتوا كده هتشوفوها معايا ان شاء الله. ماشي يا حبايبي. ايوه يا حبايبي بقى ايه، احنا هنغسل كده بسرعه عشان خاطر انا برضو قلقانه ان الميه تقطع تاني. يعني الواحد بيبقى عايش في ذل في حكايه قطع الميه دي، مش عارفه ليه. بسرعه يلا، مش لسه هرص بعدين. المهم ايه الواحد يلحق الميه. ماشي. مشكله حكايه الميه لما بتقطع، مشكله جامده. بص بقى في المطبقية بعدين. المهم نطلع الحاجة بسرعة، الله المستعان. حتى الغسيل كمان برضو شوية كده ايه بس اخلص، لو لسه في نصيب وفي مية هشغل الغسال. يا ربي عندنا كده لازم السخان يعمل كده. يعني والله ده مش كسل مننا، لا الميه لما بتقطع دي هي اللي بتعمل معانا كده. لكن نرمين نشيطه وحلوه وبتغسل كل حاجه وبتعمل كل حاجه حبيبتي. بس هي زي ما تقولي الميه لما بتقطع بقى خلاص الحركه بتقف. برضو ببعت اعمل كده خلاص. طب انا هشطب الحوض وارجع لكم تاني وهنرص المواعين مع بعض ان شاء الله، عشان برضو ايه وقتكم. ما بحبش اتقل على المشاهدين بتوعي. ماشي يا حبايبي. قلت بقى ايه نشتغل مع بعض شويه، نكمل مع بعض شويه، تونسوني وانا بغسل المواعين كده وانتوا تشوفوني برضو تقوموا تشجعوا. بس يا رب يكون انتوا عندكم ميه لان انا ادعوني ان الميه ما تقطعش. حلو الواحد يتفتح كده يخش مطبخ يشوف مواعينه، يطلع مثلا من الفريزر الحاجه اللي هو هيعملها، يشوف خضاره ويروق بيته. ده بعد صلاته، يعني بعد ما تشوفي فرض الله الاول تصلي وتسبحي والادعيه والحاجات الحلوه بتاعت الصبح كده. بعد كده بقى نبتدي نشوف مثلا هتشغلي غسالتك، هتخشي تغسلي تشطبي مطبخك. ده لو ما كانش متشطب بالليل طبعا، يعني انا ما كنتش مشطباه قبل العشاء. بس فبتيجي بتشوفي مثلا هتطبخي ايه النهارده، بتطلعي اللحمه بتاعتك، الخضار بتاعك من الفريزر مثلا لو كان عندك خضار في الثلاجه بتطلعيه بتنضفيه بتظبطيه. اللي بيعني انت النظام حلو بتمشي بنظام. بس انا مثلا ما غسلتي خلاص مواعينك ماشي، غسلتي بوتاجازك ده لو ما كانش مغسول، يعني لو كان بايت مش نضيف مثلا، ظبطتي مطبخك، طلعتي خضارك، طلعتي حاجتك، خلاص احنا لسه الصبح بدري. خشي بقى شوفي بيتك الاول بعد صلاه الصلاه، شوفي بيتك، نظفي اوضه النوم بتاعتك، ظبطي الصالون بتاعك، ظبطي اوضه الولاد مثلا كده اهو. قلبيها ان انت بتاخري الغدا شويه علشان خاطر يبقى ايه طازه وفريش قرب اللي هيجوا من المدارس، اللي هيجوا من الجامعات، جوزك لما يجي من الشغل كده بتنظمي يومك. بس فبعد الغدا لو انت عندك مثلا غسالة اطباق رصي كله فيه وكبري دماغك. ما عندكيش حاولي على قد ما تقدري تلمي مواعينك، لان بتعملي زي كده ان انت الميه مش مضمونه. عرفتي؟ فهي الحياه بتمشي بالترتيب، لما بتمشيها بالترتيب بتبقى حلوه معاكي وكل حاجه بتظبط معاكي ونقدم المشيئه باذن الله. بس فانا عايزاكم يا جماعه تساعدونا باللايك، اللايك يا جماعه والاشتراك. قناتي دي جديده فانا عاوزه دلوقتي تساعدوني فيها كده اهوت، الاشتراك يا جماعه، وتخلوا حبايبكم كده. يا ريت تعملوا مشاركه للي بيعرف المشاركه اللي هي اسمها الشير.
ماشي. والاشتراك يا جماعه مهم، خلي القناه كده ربنا يكرمنا منها ان شاء الله. كلنا عاملينها يعني قناه رزق، هي قناه رزق يعني كلنا عاملينها عشان نسترزق منها. ماشي. هي مثلا هي حاجه جنب المعاش بتساعد. ربنا يخلي كلنا يا رب كده، ويحفظ مصر ويحفظ اهلها يا رب من كل شر ان شاء الله. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا. اللهم عافنا في أسماعنا. اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت. خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طب انا هغسل دلوقتي البوتاجاز دوت وهنضفه كده وهخليه زي الفل وارجع لكم تاني. انتوا شفتوه دلوقتي الاول، هتشوفوه بعد كده. حبايبي انا دلوقتي خلصت خلاص اهو. بصوا، غسلت المواعين كلها وغسلت الصفايه نفسها برضو هي والطبق بتاعها اهو.
خليتها زي الفل اهي. وغسلت برضو الحوض السلفتين ماشي، وغسلت برضو الكوبايات اللي هنا ديت الصغيره بتاعت القهوه ديت، وجيت برضو على البوتاجاز اهو خليته زي الفل وزي القشطه نضيف اهو الحمد لله. وكمان المطبخ هنا هو برضو غسلت المواعين، غسلت الكوبايات كلها وخليت الدنيا زي الفل. احنا هنا بقى محتفظين لسه بالورق بتاع رمضان. جوزي بيقول لي خلي ايامنا كلها رمضان ما تشيلوهوش، بيزعلوا لما بشيله مع ان رمضان الجاي قرب اهو، بس هم هنا مش راضيين يشيلوه. يلا بقى هو روتين حلو تشجيعي كده، كلنا نتشجع يا جماعه ونخلي مطابخنا نظيفه وحلوه، بدل ما نقعد قصاد مثلا تلفزيون، بدل ما نقعد مع جاره، لا بيتنا اولى بينا خلاص. وانا عندي بقى الشفشه ده كده يا حبيبي لسه شاريه جديد، اللي قبل كان مكسور لقيناه اتشرخ، الخامات دلوقتي كلها زي الزفت. قلت والله ابدا، لفيته بقى بالبلاستر دوت كده وشغال معانا حلو يعني. ما احنا لو رحنا نجيب واحد تاني هي نفس الخامه برضه. بس وهو ده كان يومنا النهارده، الروتين الجميل ده روتين تشجيعي حلو. يلا يا جماعه ما تنسوناش في اللايك يا حبايبي، اللايك والشير والاشتراك. شكرا يا حبايبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.